السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة بقى الوصفة بتاعتي حلوة قوي قوي قوي. يلا عشان تعرفيها وتشوفيها وتبسطي معايا، ما تنسينيش في اللايك والشير، وبسرعة تابعوا القناة بتاعتي. معايا زي ما انتم شايفين التفاح. هنعمل ايه بالتفاح؟ التفاح بتاعنا ممكن التفاح اللي هو البلدي بتاعنا المصري العادي، وممكن اللبناني اللي هو الاصفر او الاخضر الفاتح ده. لكن ما بجيبش التفاح الامريكاني عشان هو اساسا لونه احمر غامق، ما بينفعش فيه الطريقه دي. احنا كلنا زمان كان في المصايف وعلى الكورنيش بيتباع حلوى جميله جدا جدا، كان اسمها خد الجميل. وفي بيقولوا عليها تفاح الكراميل الأحمر، مصاصة التفاح، فريسكا التفاح. هي ليه أكتر من اسم وأكتر من صفة، بس كلها في الأول وفي الآخر هو طعم واحد وطريقة واحدة. هي النوع دوت من الحلويات انقرض شوية، ما بقاش موجود. يعني ولادنا اللي طالعين دلوقتي ما يعرفوهوش، يمكن الجيل بتاعنا والأصغر مننا شوية يعرفوا وشافوا في المصايف وعلى الكورنيش. يعني كانت الحاجات دي موجودة. دلوقتي هو مش موجود، بس هو حلو ولذيذ وطعمه حلو، وانا جايبهولك لغاية عندك في البيت بنظافة وطعامة، وحلو حلو حلو حلو. والولاد لو اول مرة يشوفوه هيفرحوا بيه، وبدل ما تعملي مرة هتعملي مرات ومرات ومرات. علشان اعمل خد الجميل تفاح الكراميل الاحمر او فريسكا التفاح زي ما عايزه تسميه، يبقى معايا مقدار من التفاح. انا مش هقول المقدار على اساس ان انت كل واحد حسب امكانياته. تجيبي نص كيلو، تجيبي كيلو، 2 كيلو، براحتك خالص. بس لو انت اول مره ولادك هيشوفوه وتعملوه لهم، ما تكتريش الكميه لغايه لما تشوفي عجبهم ولا ما عجبهمش. بس انا متاكده ان هو هيعجبهم جدا جدا جدا. فانا المقدار بتاعي دوت معايا الشربات دوت. كل ما بتكتر الكمية انت بتعملي عدد الكوبايات اكتر علشان الكمية تقضيكي. بس الاساس ان كل كوباية سكر عليها نص كوباية مية. ومعايا اللون الجل اللي هو الغذائي دوت، مش مضر خالص على الصحة، وانت ممكن تشتريه من عند بتاع مستلزمات الحلويات. هو لون احمر طبعا. بتشتري من مستلزمات الحلويات، ممكن ما يكونش عنده الجل دوت ويبقى عنده اللي هو اللون الاحمر البودر، برضه هيديك نفس النتيجة. بس المهم يكون غذائي عشان ما يضرش صحة اولادنا ولا يضرنا كمان في ايه لما ناكله. الحاجة اللي تخلي التفاح دوت او خد الجميل كراميل التفاح الكراميل الاحمر فريسكا التفاح مصاصة التفاح ينجح معاك ويبقى حلو، ان انت لما بتعمليه في كزرولة او في حل او في اي حاجة تكون غويطة. يعني انا النهاردة جايبة البتاع اللي هي الكنكة دي. ليه؟ علشان خاطر كمية السكر بتاعتي تغطي التفاحة كاملة، وفي نفس الوقت انا مهدرش كم سكر اعمله، وبعد كده هو هيبقى عليه اللون الاحمر مش هستخدمه تاني. الحاجة التانية ان لازم السكر دوت او العسل دوت لما اجي اعمله على التفاح يبقى سخن، ما يسيبهوش يبرد واجي اعمله واقول العمليه بتاعتي او الوصفه بتاعتي فشلت. لا، لازم يبقى سخن لسه طافي عليه من على النار. طبعا كل الكلام دوت كده هنشوفه بقى ايه على البوتاجاز. وعلشان اعمل الخطوه بتاعت فريسكا التفاح او خد الجميل او تفاح الكراميل الاحمر او مصاصه التفاح، انا ببقى جايبه التفاح غسلاه ومنشفاه كويس جدا. وفي نفس الوقت انا ببقى جايبه اللي هي العصيان الخشب اللي هي بتاعت الشيش طاووق او الخله زي ما بتسموها. وهنعمل ايه؟ هو التفاحه ليها الجزئين دول. فانت لما بتيجي تعمليها بتشوفي قاعدة التفاحة على ايه، يعني قاعدة كده ولا قاعدة كده احسن، فبتركبيها على الاساس ده. هو ما بتفرقش كتير على فكرة. بصي بتعملي ايه؟ بتدخليها كده اهو، بصوا، بس بشرط ان هي ما تخرجش من الناحية التانية، خلاص، عشان ما تبقاش مضايقاني. انا شايفه ان العصايه دي او الخله دي طويله قوي، فانا هقصها عشان لما الولاد يمسكوها ما تبقاش طويله كده زي
بيعملوها على الكورنيش او المصايد، كانت بتبقى طويله قوي، ساعات كانت بتقع من الولاد وهم بياكلوها، فانا هقصها شويه عشان تبقى في متناول ايدين الولاد الصغيرين الكبار. انا قصيتها اهو، يعني بتاع شبر كده بقطولها، ده غير الجزء اللي هو داخل جوه التفاح. انتوا لو تلاحظوا انا مش جايبه التفاح كبير، ليه؟ علشان خاطر ما تبقاش تقيله على الخله، وفي نفس الوقت ما تبقاش تقيله على ايد الولاد الصغيرين، وكمان تطعم بالكراميل الاحمر، علشان لما تيجي تاكليها يبقى فيها العسل باين. كل ما هتكبر هيبقى جواها العسل مش مأثر عليها، لكن الصغيرة دي القطمة الواحدة بتبقى كلها كراميل، وبتبقى طعمة وحلوة قوي. هعمل معاكم واحدة كمان عشان اوريكم هي ازاي سهلة وبسيطة جدا جدا في ان انت تدخليها. بصوا اهو، باجي من اي جزء كده وبدخلها. لو تلاحظوا انا حاطه صباعي هنا عشان وانا بدخلها كده ابقى حاسه هي طلعت من الناحيه التانية ولا لا. لو لقيتها طلعت من الناحيه التانية اشدها بسيط كده اهي، ركبت اهي. فانا هعملها نفس الطول بتاع الاولانيه، وهكمل بقى الكميه. عملنا خلاص التفاح، وزي ما بقول لازم يبقى مقاسه صغير، وتبقي متأكدة ان ما فيهوش حتة طرية ولا حتة بايظة. لازم التفاحات تبقى سليمة وما فيهاش اي بقع من بره كده. هنعمل ايه بقى؟ هنركن بقى التفاح دلوقتي كده، وهناخد معانا، انا عايزة كزرولة صغيرة، حلة صغيرة، كنكة بقها كده فتحتها واسعة، وهنزل بكوباية السكر وعليها نص كوباية مية، خلاص كده. وهطلع بقى اروح على البوتاجاز، او زي ما انتوا شايفين انا حطاه على النار، ما بجيش ناحيته خالص بالمعلقه، بستنى لما يبدا يغلي. هو هيطلع الريم بتاعه، انا مستنيه السكر يدوب، وما بقلبش خالص خالص علشان ما يسكرش معايا. هو دلوقتي الريم اللي هيطلع ما تشيلهوش بالمعلقه، هو بيركن في الحروف بتاعه الحله او الكزرولة او الكنكه، ايا كان اللي انت بتعملي فيها. اول ما الريم دوت يركن على جنب، هننزل بقى بعصير الليمون. زي ما انتوا شايفين غلي والسكر بتاعي داب، وفي نفس الوقت الريم بقى على الجنب. هنعمل ايه؟ هنزل بنص ليمونه كده حلوه كده، وهنزل باللون الاحمر، بس درجه اللون الاحمر انت اللي بتتحكمي فيها بقى. انا هحط شويه حلوين كده عشان انا عايزاه احمريه يبقى حلو، ما يبقاش فاتح اهو. هنعرف بقى انه استوى ازاي، ان انا بصوا انا لما بطلع المعلقه اهو اللون والسكر بيسيل من على المعلقه. بصوا اللون والسكر بيسيل، لكن بعد كده لما هيستوي تبقى درجه السوا بتاعه الكراميل الاحمر اللي انا عاملاه دوت مناسب للخد الجميل او التفاح بالكراميل الاحمر، هتنزلي المعلقه كده وتطلعيها هتلاقيه ما بيسيلش معاكي، يبقى ساعتها هو كده استوى، ونبدا نشتغل مع التفاح خد الجميل يا جميل. شايفين معلم في المعلقه ازاي؟ هو كده ده القوام المظبوط، معلم في المعلقه مش بيسيل ولا اي حاجه. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب التفاح بتاعنا زي ما انتوا شايفين اهو، بصوا بينزل عليه الكراميل الاحمر، الله على جماله. يلا بينا بقى نطلعها. بصوا اهي، زي ما انتوا شايفين اهو. هسيبها بقى تصفي وهحطها في الطبق. زي ما انتوا شايفين اهو، خد الجميل او فريسكا التفاح او التفاح بالكراميل الاحمر او مصاصة التفاح،
زي ما انتوا شايفين لونه جميل جدا وحلو. هنعمل ايه بقى الخطوة اللي جاية؟ بدخله على التلاجة على طول عشان المادة اللي عليه الكراميل الاحمر ده يشد شوية وما يقعدش يسيل من عليه. يلا بينا بقى هوديه التلاجة واوريهولكم. زي ما انتوا شايفين انا طلعته بقى من التلاجة ونقلته في طبق تاني، عشان طبعا لما بيتعمل بينزل بيسيل كده حاجات بسيطة خالص تحسيف. بتروحي نقلاه بقى في طبق تاني عشان لما الولاد يجوا ياكلوه يبقى سهل ان انت بتطلعيه من الطبق زي ما انتوا شايفين كده. لكن لو سبتيه في الطبق اللي كان محطوط فيه في التلاجة بيلزق فيه وما بيبقاش بيطلع بسهولة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده خد الجميل او التفاح بالكراميل الاحمر، مصاصة التفاح، فريسكا التفاح زي ما بتسموها، جميل وحلو ونظيف وعلى قد الايد ومغذي كمان. الولاد بياكلوا حاجة حلوة بس مغذية وفي نفس الوقت هتعجبهم جدا جدا جدا. لو وصفة النهاردة عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان توصلك مني كل الاشعارات. قناة ملذة وطاب هتلاقوا فيها اجمل وصفات واطيب الاكلات. قناة ملذة وطاب بتتمنى لكم وقت سعيد ان شاء الله. سلام عليكم.